السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحد بعت لي بيقول انه دكتور في الجامعة، عنده 30 سنة، يعني عدى عليه العمر وكده. ما كانش بيفكر في جواز ولا حاجة. هو كان وحيد امه وابوه، فباباه توفى وهو قاعد مع مامته في الشقة. بيقول في حتة راقية في مصر. فخدمته لبابا كان تعبان وكده، وبعد كده مامته تعبت، فالعمر عدى بيه لحد 30 سنة، مش كتير قوي بس هو بالنسبة له يعني كده. فبيقول كنت من الجامعة للبيت والبيت للجامعة، مفيش فرصة ان هو يتعرف على حد. فراح كاتب على النت انا عايز عروسة. فبيقول فعلا دكتورة بشرية، اتعرفت عليها وعن طريق النت وكده، واتقابلت انا وهي بره، وقعدنا اتعرفنا على بعض يجي شهرين تلاتة. بس قلت لها ايه رأيك، يعني عايز اقدم لك وكده. قالت له ايه، خلاص ماشي انا موافقة، بس قال لها في شرط عندي. قالت له ايه؟ قال لها انا هقعد مع امي في الشقة، كده كده الشقة كبيرة، وفي منطقة راقية في مصر. بس شرطي الوحيد ان انا هقعد مع امي، مش هسيبها، هي ملهاش حد غيري. قلت له مفيش مشكله، وانا ابقى مبسوطه ان انت بره بامك وكده. قال لها طب خلاص اعرضي على اهلك قبل ما اجيلك. اه هاجي، لا يبقى ايه، كل شيء اسمه نصيب. قلت له خلاص ماشي. بيقول سبتها اسبوع بنكلم بعض عادي، بس ايه في الموضوع ده لسه 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 لسه. وراحت قالت لي اه خلاص بابا موافق وماما موافقه وكده. ولما اتقدمت قلت لهم انا عندي رجاء ان انا مش هسيب امي لوحدها في الشقه. قال له لا ده انت كويس، وانت الله يبارك لك، انت برضو امك وابوك الله يرحمه فضلت تخدمه لحد ما مات. بيقولوا كانت الدنيا جميله. وامها برضو، لا انت في قليل، انت اللي ازيك قليلين في البلد، يعني في الجيل دلوقتي، الله يبارك لك، والحكايه والروايه. بيقولوا خلاص عدى 7 اشهر، وخلاص المفروض بقى ان احنا نوضب في الشقه، اللي هي عايزه بقى تشيل وتحط والوان والكلام ده. راحت قالت له بقول لك ايه، بنتي مش هتقعد في الشقه. قال لها يعني ايه؟ قالت لا الشقه قال لها الشقه جميله وحلوه وكبيره، ازاي كده؟ قالت لا بنتي مش هتقعد مع امك، اجر لامك شقه جنب البيت، وهات لها واحده تخدمها، وانت تروح وتيجي عليها. قال لها ازاي يعني؟ هجيب شقه هدفع ايجار مبلغ، وان انا اجيب واحده تخدم امي عايزه فلوس كل شهر من مرتبي؟ انا ما اقدرش ادفع الكلام ده كله، وانا قايل لكم الاول، وانتوا رحبتوا بالموضوع وقلت لي ماشي. قلت له لا معلش، انا بنتي مش هتقعد مع حمد. انا فكرت ورجعت نفسي، وبنتي مش هتقعد مع حمد. ايه المشكله لما تجيب شقه تانية ايجار؟ قال لها لا انا قلت لك ما اقدرش اسيب امي، والله انا هسيبكم اسبوع، عايزين اكتر من كده براحتكم ترد عليا، انا مش هسيب امي. هي هتوافق بنتك تقعد مع امي خير وبركه، ما كانش كده يبقى كل شيء اسمه نصيب. فبيقول انا اعمل ايه معاهم؟ انت تعمل معاهم ايه؟ هم جرجروك، هم جابوك الاول وطو حاضر وكويس وطيب وانت كويس وانت 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 وانت، وفي الاخر عايزينك ترمي امك. انت تقبل انت ترمي امك عشان خاطر واحده؟ الام ما بتتعوضش، لكن الست 100 ست تقبل او 100 بنت تقبل بيك، لكن الام ما بتتعوضش. فانت سيبهم اعلى في خيرهم يركبوا، حتى لو وافقت هتوافق على غش مش على اقتناع. فكده كده انت لا سيبها، يا اما بقى هتعامل امك وحش لو في حاجه غلط. فهم كده ضحكوا عليك، هم جرجروك في الاول، جابوا رجلك عشان تحب البت يعني وكده، وبعد كده هم يشرطوا براحتهم وانت تنفذ كلامهم. فانت لا، هما كده ناس مش كويسه وبيضحكوا عليك. فانت شوف غيرها، في 100 بنت تقبل بالوضع ده، انت ما فيكش حاجه غلط، وامك اكيد ست كبيره. وحتى لو ست كبيره انت بتقول ماليش غيرها ومش هعرف اسيبها، ده كان شرطك من الاول، هم قالوا اه، يبقى خلاص رجعوا في كلامهم ليه. كويس ان بينهم من دلوقتي، بدل ما كنت اتجوزت واتدبست وحصل مشاكل واقولك يا انا يا هي. فانت لا ما ينفعش. فانتوا قلنا رايكم في الكومنتات ولايكات بقى وشير للفيديو، وصلوا على النبي يا جماعه، والسلام عليكم في فيديو جديد.